لا سيناريو ولا حوار ولا بنصوار ولا بنجور ولا أرفوار ولا باي باي ولا لا لا، إنها الأمم إذا تأدبت بآداب الله وتخلقت بأخلاق الله لا تسقى لهما، وبعد أن سقى لهما توجهتا إلى دارهما وتولى هو إلى الظل. الجوع يعبث بأمعائه، فقد كان طول الطريق لا يأكل إلا من نبات نبت هكذا دون أن يعرف له طعما ولا اسما ولا لونا. تولى إلى الظل، جلس تحت ظل شجرة وقد بلغ به الإحياء مبلغه، فأرسل برقية عاجلة إلى رافع السماء بلا حمد، وجاء نص البرقية: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إني فقير، إني فقير. إن واسمها وخبرها، ولما أنزلت إلي أي إني فقير لأي شيء أنزلته إلي، فالأمعاء تتلوى من لهيب الجوع. رجل قطع الطريق الصحراوية من محافظة الشرقية عاصمة الفراعنة، وكانت البلد تسمى صان الحجر في محافظة الشرقية. اتخذها الفراعنة عاصمة لهم. ترك موسى صان الحجر الى ان دخل سيناء، وظلت قدماه تمشيان في رمال سيناء، ترفعه موجة من الرمال وتضعه اخرى، تشرق عليه الشمس بلهيبها ويأتي عليه الليل بنسيمه، الى ان سقى الاغنام وتولى الى الظل. ولم يرسل الى ادارة الامن الغذائي برقية، ولا الى ادارة غوث اللاجئين، انما ارسلوا برقية الى من لا يغفل ولا ينام. اذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. والله لا يفسد الحياة الا رذيلتان: الظلم والنفاق. لا يفسد اي مجتمع الا اذا حل فيه الظلم واستشرى فيه النفاق. فاذا ما اختلط الظلم بالنفاق واتحد كلاهما انتجا الحقد. الظلم والنفاق، ظلم زائد نفاق يساوي حقد. ووصلت البرقية الى رافع السماء بلا عمد. فماذا حدث؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، فجاءته. الفاء للترتيب والتعقيب كما علمنا سابقا، اي ان المجيء جاء عقب قوله: اني لما انزلت الي من خير فقير. وقبل ان يكلمها وتكلمه ويحدثها وتحدثه قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، ولكن اسمع معي الى ادب رفيع من طراز عال. تمشي على استحياء، نعم تمشي على استحياء.
تمشي على استحياء. كان القرآن يستطيع ان يقول فجاءته احداهما قالت ان ابي يدعوك، لكنه جاء بحال تمشي على استحياء ليبين لنا كيف نؤدب بناتنا اذا مشينا على استحياء. ان هذه الكلمة بإيحاءاتها ورنينها وجرسها تفيدك ان الارض قد نسجت تحت قدميها وصارت بساطا. هذا البساط ليس من نسيج القطن او الصوف، انما هو من نسيج الحياة، من نسيج الحياة. واين الحياة؟ ماذا حدث في الكون؟ ماذا حدث في الكون؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ارادت ان تسير امام موسى لتعرفه الطريق الى بيتها، فقال لها بل سيري ورائي لا تسيري امامي فاني اخشى ان يعبث الهواء بثوبك فيظهر منك ما حرم الله. سيري ورائي، فاذا رأيتني ضللت الطريق فارمي امامي بحصاص ولا تكلميني. ما هذا الكلام في عصر الميني جب؟ ما هذا الكلام في عصر اصبح فيه من العسير ان تميز بين الفتى والفتاة؟ اين هذا الكلام في عصر اصبحت الرجولة فيه عارا، اصبح الاخشيشان فيه وبالا؟ ما هذا الكلام؟ اذا رأيتني ضللت الطريق فارمي امامي بحصاه حتى لا اراك ولا اسمع صوتك. ويصل الى بيت ابيها، وعندما يراه العبد الصالح شيخ مدينة يقول له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين. وظل موسى هناك 10 سنوات لاجئا سياسيا يرعى الغنم لشيخ مدينة. فماذا بعد هذا؟ كان بعد هذا ما سوف اخبركم به في مثل هذا الوقت ان شاء الله. واعود بكم الان من هناك الى هنا، وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم انها تتقلب. اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم انها تتقلب. فلا الجود يفنيها اذا هي اقبلت، ولا البخل يبقيها اذا هي تذهب. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين،
واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين